إنا لله وإنا إليه راجعون. النهارده كلنا صحينا على خبر وفاة كابتن محمد صبري، لاعب نادي الزمالك السابق والإعلامي في قناة الزمالك. كابتن محمد صبري زي ما احنا عارفين من الناس اللي هي كانت محترمة قوي، الناس اللي ما بيطلعلهاش صوت، الناس اللي ما بتعملش أي ضجة، لحد بس يعني ما كان موجود في نادي الزمالك ابتدى بقى عشان بيدافع عن الزمالك وكده، فابتدت بقى نكش بقى من صفحات الأهلي، تريقة من صفحات الأهلي على كابتن محمد صبري، على التصريحات مش عارف ايه، وده عادي بيحصل. شفت بقى ان هي ملهاش أي 30 لازمة، شفت ان الكورة دي ملهاش أي لازمة، شفت ان في لحظة وفي ثانية واحدة بتسيب كل حاجة وبتطلع عند ربنا، بتسيب كل حاجة وبتروح تتحاسب مع اللي خلقك، وما بيبقاش في اي حاجة غيرك انت وربنا بس. شفت ان الدنيا دي ملهاش اي 30 لازمة، لان انت في لحظة الا لحظة بتسيب كل حاجة وبتروح لربنا. اتمنى بس نرجع لربنا، يعني اتمنى نرجع لربنا. مش بقول لك ما تتبسطش ولا ما تتفرجش على كوره ولا الكلام ده، مفيش الكلام دوت يعني، بس نفسي بس الناس ما تغلطش في بعض، نفسي الناس ما تقعدش تشتم في بعض ونقل من بعض ونشتم بعض بشتايم قذرة وشتايم مش كويسة عشان خاطر كورة. فما اعتقدش ان الدنيا مستاهلة ان احنا نعمل حاجة زي كده. بجد 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 اتمنى من كل الناس اللي بتخسر صحابها عشان كورة، اللي بيشتم واحد بيعمل فيديوهات، ولا بيشتم واحد طالع في تلفزيون بأب وأم ويخوض في عرض لعيب كورة، بجد الناس دي كلها لازم تراجع نفسها. اوعى تاخد ذنوب، اوعى تغضب ربنا عشان خاطر لعبة ملهاش اي 30 لازمة. بتشوف الراجل سابنا ومشي في لحظة، في لحظة نمنا صحينا لقيناه مش موجود، والناس كلها بقت بتدعي له، والناس كلها الله يرحمك. في لحظة حسيت ان الموضوع كله مش مستاهل. اتمنى الناس كلها تراجع نفسها بجد بجد بجد. مش عايزين نكون في غفلة، مش عايزين نعمل حاجات تغضب ربنا ملهاش اي 30 لازمة. في الاول وفي الاخر نعمل شوية لاخرتنا بقى.